هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح نسوي نوع من مقبلات الباذنجان، واني اسميه مقبلات بصراحة. وانتو شنو تسمونه؟ شنو تعتبرونه؟ انا اعتبره نوع من المقبلات، وكل واحد وحسب ذوقه. هسه نبدي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى بيت محمد. طبعا هنا عندي باذنجان صغار شويته وهرسته، وهالدور راح اضيف عليه خاشوقتين من الروب او الزبادي. تمام، يعني هي حسب الكمية حبايبي. يعني اذا الباذنجان هواي عندكم طبعا راح تكثرون الروبة. حبايبي لا تنسونا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك حتى يوصل لكم كل جديد. وهسه حبايبي بعد ما خلطنا الروب ويا الباذنجان نضيف قليل من الملح ونضيف إليه الراشي. أنا هنا ضفت خاشوقتين من الراشي هماتين، وانتو إذا تحبون بعد طعمه يطلع الراشي أكثر طبعا تكثرون. طبعا طعمها كلش طيب ولذيذ. وهسه بالطاوة خليت خاشوقة من زيت الزيتون، وعليه خاشوقة صغيرة من الباربيكا، وخاشوقة صغيرة من الكمون، ورشة نعناع مجفف. وبديت اقلبهم على النار شوية، يعني احمسهن بهذن البهارات، وهالدور اطفي عنهم. ما تتصورون الريحة طلعت ما شاء الله، ريحة الكمون ويا النعناع ويا الباربيكا تجنن. هسه حبايبي راح اضيفه على الباذنجان اللي سويته، وانطيه عصرة من الليمون. اهم شي تعصرون عليه ليمون يطلع يجنن كلش طيب. ان شاء الله تجربونه ويعجبكم. وهسه حبايبي اترككم في امان الله، الى اللقاء بفيديو جديد.